فيها. جزاك الله خير، ما شاء الله تعالى عليكم على أحسن ما يكون. الله يخليك، جزاك الله خير. بإذن الله المرات القادمة أكيد معاك حنكون إن شاء الله، إذا كان يعني طول العمر بقية إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك اخوي احمد. لا بالعكس والله ما عليك قصور، يعني شغلك نظيف، شغلك مرتب، والامانه انت مش مقصر معنا. الله يحفظك يا رب العالمين حبيبي والله وتستاهل كل أحمد خير. عزت، لا والله ما قصرت، وشكرا أنت والشباب كلهم. شكرا شكرا، ويعطيك ألف عافية يا حبيبي أحمد عزت. لا ما عليه يا حبيبي، الله يسعدك ويوفقك إن شاء الله. الحمد لله كل شيء تمام، وصلت الكويت صار لي ساعة. شكرا شكرا، كانت إقامة سعيدة والله يعطيك ألف عافية. والله العظيم توني عند الوالد أسولف عنك وأخوي محمد وأهلي. والله يا أحمد عزت حبيبي حبيبي، شكرا لك. حال عساك طيب. شكرا شكرا على السؤال. لا الحمد لله الامور كلها طيبه الحمد لله رب العالمين. انا حطيت رقمك حق المتابعين وكثير منهم الحمد لله كبتر، واكيد 100% راح يتعاملوا معاك ويتصلون فيك ان شاء الله اذا جايين مصر. قلت لهم يقول الحمد لله في قمه الاخلاق والاحترام والتعامل معك يعني باحترافيه والحمد لله رب العالمين. وشكرا شكرا لك على السؤال مره ثانيه. أكون عايز أروح مصر خلاص أحجز منك، لأنك أنت ما شاء الله عندك قاعدة جماهيرية، يعني بيحبوك ناس كثير ما شاء الله عليك. أنت يمكنك يعني من الناس اللي يعني مؤدبين كثير في التعامل، أكيد عشان كذا الناس بيحبونك. الله يسعدك، لأنه الكل يمدح. خلاص يا أحمد، شكرا شكرا ألف شكر صراحة. أنت صرت تسوي أشياء فوق الخدمة صراحة. ألف شكر لك الصراحة. الله يسعدك يا أحمد، والله ما شاء الله عليك وعلى سمعتك، ما شاء الله لك شعبية كبيرة. الله يسعدك يا أحمد عزات ويحفظك يطول بعمرك إن شاء الله ويحقق أمانيك يا حبيبي. الله يسعدك يا حبيبي. أهلا يا مستر أحمد، كل حاجة تمام الحمد لله، وأنت أخبارك تمام؟ الحمد لله والله مو محتاج ولا حاجة يا بعد راسي. حبيبي يا أحمد، والله عزيز وغالي ما تقصر. لا بياض وجه الصراحة. مشكور مشكور مشكور. الناس بتسأل ايه جديد؟ اقول لهم ايه؟ قلت لهم ايه؟ على قولتكم ربنا يخليك ما قصرت، بس أنا إن شاء الله راجعة خلاص. أنا مستحيل 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 أنزل مصر ومو أنت تحجز لي الفندق، من معاملتك الرائعة والله العظيم. بالنسبة للشركة وتعامله واهتمامه جدا جدا رائع، وأنا زي ما وعدتك إن شاء الله راح أسوي فيديو على الفندق اللي أخذناه. الأوتيل كان جدا رائع، حتى الأوتيل تعاملهم مرة رهيب الصراحة، عجبنا مرة تعاملهم. تسلم يا ابني، كلك ذوق، ربنا يحفظك. تسلم كلك ذوق، ربنا يبارك لنا ويبارك لك. جزاك الله الخير يا أخوي أحمد، والله أنت أهل الطيب والأصل، ونحن نتشرف فيك يعني أخ عزيز وغالي، وهذا من طيبك يعني من طيب أصلك. وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله نتعرف على بعض أكثر، وكنا أخوان يعني ما في فرق ترى بيننا. السلام عليكم يا أخوي أحمد، مشكور والله يعطيك العافية. بصراحة يعني أنا قاعد أشوف كلام الناس وطراء الناس، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الناس تمدح فيك، وأنا أصحابي اوريدي كانوا عندك أساسا، هم اللي معطيني مسوي لي شير عليك يعني. الله يسعدك يا أحمد عزات ويحفظك يطول بعمرك إن شاء الله ويحقق أمانيك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أقدم شكري لوكالة فنادق مصر وبالأخص المدير الإقليمي أحمد عزت على حسن التعامل وعلى الأسعار وعلى الاستقبال في المطار وعلى الغرف اللي مساحتها طيبة في الفندق، ونفس الطلبات اللي طلبناها لقيناها موجودة، ما في لف ولا دوران. والأول مرة أنه والله تعاملت معهم بالصدفة، ولقيت منهم كل احترام، وأسعارهم أقل من بوكينج، والسيارات عندهم من مرسيدس إلى الكوري والياباني والاستقبال في المطار على المستويات VIP، وصراحة تعامل ممتاز جدا، ومشكور الأخ أحمد عزت وبيض الله وجهك. حبيب قلبي والله ما قصرت معي يا حبيبنا، والله يعطيك العافية. أبشرك وصلنا الغرف والأهل يسلمون عليك ويعطيك ألف عافية.
أخ أحمد تسلم حبيبي، شكرا على الحجز وشكرا على كل حاجة، مشكور ما قصرت، وإن شاء الله هذه بداية معرفة خير إن شاء الله. وبالنسبة لي يا أخ أحمد، أي أحد ينزل مصر ويبغى فندق أو يبغى حاجة لا راح أخليه يتواصل معك، لأني أتشرف والله لو واحد يكلمني ويقول لي أنا نازل مصر راح أعطيه رقمك وأخليه يتواصل معك بكل فخر بعد، لأني أدري أنك راح تبيض وجهي وتجملني. الله يعطيك العافية. أكون عايز أروح مصر خلاص أحجز منك، لأنك أنت ما شاء الله عندك قاعدة جماهيرية، يعني بيحبوك ناس كثير ما شاء الله عليك. أنت يمكنك يعني من تسلم حبيبي، هذا من طيب أصلك، الله يبارك فيك. أنتم الواحد يعني لا جاء لمصر يعني كانوا جاي البيت والثاني، والله ما يحس بالغربة أبدا أبدا أبدا. هذا الأمر الثاني، أنت سمعتك سابقتك. أنا أبو عبد الله جاء عندك تقريبا قبل حوالي شهر ونص وأثنى عليك ثناء عجيب. حبيبي أحمد، والله عزيز وغالي ما تقصر. لا بياض وجه الصراحة، مشكور. تسلم. السلام عليكم، جمعة مباركة. أحمد بيه، أنا بتشكرك جدا، وحاعمل تشيك أب كذا إن شاء الله على الساعة 1:30 مضطر أطلع اسكندرية، وشاكر جهدك ومصداقيتك وفرصة أكثر من سعيدة إن شاء الله. ويعني يا ريت يوم الأحد حكون هنا لو في فرصة أشوفك عن قرب وجها لوجه إن شاء الله، وبتشكرك جدا. وأي خدمة حبيبي، دائما هواتفي موجودة وحاضر في أي شيء. يا أستاذ أحمد، عشان كذا الناس بتحبك والله. أنا دلوقتي يعني عرفت بنفسي صراحة إن أنت من الناس اللي صراحة أسلوبك طيب ولسانك حلو، عشان كذا الناس بتحبك وتجي لك مرة ومرتين وعشرة. أولا يا أحمد، أنت ابننا مش بس مجرد أخونا، يعني أكيد لو بحتاج ما برجع إلا لك، وما بتعامل ويا حد إلا وياك. يعني أنا في خواتي أو صديقاتي المصريات موجودات في مصر عرضوا علي، بس أنا متذكرة الموقف اللي استوى معاك وتصرفك النبيل، فلذلك أنا قلت لمنى خلينا مع أحمد. الله يبارك فيك. أخ أحمد تسلم حبيبي، شكرا على الحجز وشكرا على كل حاجة، مشكور ما قصرت، وإن شاء الله هذه بداية معرفة خير إن شاء الله. وبالنسبة لي يا أخ أحمد، أي أحد ينزل مصر ويبغى فندق أو يبغى حاجة لا راح أخليه يتواصل معك، لأني أتشرف والله لو واحد يكلمني ويقول لي أنا نازل مصر راح أعطيه رقمك وأخليه يتواصل معك بكل فخر بعد، لأني أدري أنك راح تبيض وجهي وتجملني. الله يعطيك العافية. قالوا لي على مسوقين كثار، بس قالوا عندك الأسعار مرة معقولة. هلا حبيبي أحمد، هلا حبيبي، الحمد لله تمام. أنت إيش أخبارك؟ عامل إيه؟ كل أمورك كله تمام؟ أهلك إن شاء الله كويسين؟ أعرفك يا قلبي غير ما أكلم، أعرفك ما تقصر، أنت أخوي وحبيبي يعني ما يحتاج يعني بدون ما أكلمه. ونعم بيك والله يا أحمد، الله يسعدك يا رب ويوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب. تسلم يا قلبي، تسلم، الله يسعدك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أقدم شكري لوكالة فنادق مصر وبالأخص المدير الإقليمي أحمد عزت على حسن التعامل وعلى الأسعار وعلى الاستقبال في المطار وعلى الغرف اللي مساحتها طيبة في الفندق، ونفس الطلبات اللي طلبناها لقيناها موجودة، ما في لف ولا دوران. والأول مرة أنه والله تعاملت معهم بالصدفة ولقيت منهم كل احترام، وأسعارهم أقل من بوكينج، والسيارات عندهم من مرسيدس إلى الكوري والياباني والاستقبال في المطار على المستويات VIP، وصراحة تعامل ممتاز جدا، ولا الواحد يحس إنه إيش ملعوب عليه أو شيء أو فيها الموضوع لف دوران. ومشكور الأخ أحمد عزت وبيض الله وجهك. أكثر شيء يخليني فخور بنفسي إني ما بنيت علاقاتي مع الآخرين على مصالح أو استغليت أحد، وعشان كذا أنا أغلب وقتي أكون بالحالي، لأني ما أعرف أجامل. إذا حبيت من قلب. مرحبا أخ عزت، مساك الله بالخير. ألف شكر على الغرفة، تمام 100%، نفس المواصفات اللي طلبتها، والاستقبال في المطار استقبلوني أحسن استقبال،
والعربية اللي طلبتها من أحسن العربيات، وكل شيء تمام وقاموا بالواجب والزيادة، وألف شكر لك وبيض الله وجهك. شكرا شكرا أخوي أحمد، أخ وعزيز، وتشرفت الحقيقة بمعرفتك. يعلم الله كأني أعرفك من 20 سنة، ما عن طريق واتساب. بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك. الحمد لله الآن بنيت لي قصر في مصر اللي هو الأستاذ أحمد. الله يعطيك العافية يا حبيبنا أحمد، ويوفقك إن شاء الله، ولا بحجز أبدا ولا بحجز إلا معكم. وش اسم الفندق؟ انتركونكل. ها؟ والله ما قصرت، 1011 مليون شكر، أنت تاج راسي قسما بالله. انتهى رفع الله قدرك وخلاص. أنا ما عاد بطلع على جهة مصر إلا أنسق معك في أي رحلة أنا أجيها. ما شاء الله ما شاء الله يا أخ أحمد، ما شاء الله معارفك كلها في السعودية ما شاء الله. وجزاك الله خير. والحقيقة برضو ترى لك أخ بالسعودية اسمه عبد الله عبد العزيز، أي حاجة تبغاها أمانة يا أستاذ أحمد والله العظيم على أسلوبك هذا وكلامك الطيب، وربي إني أتشرف بخدمتك. وكلامك عسل يا أخي والله، اللي ثنوا عليك وتكلموا عنك في التيك توك والله إنهم أصابوا، لكن واضح من أسلوبك وتربيتك ابن وادم صراحة. أكون عايز أروح مصر خلاص أحجز منك، لأنك أنت ما شاء الله عندك قاعدة جماهيرية، يعني بيحبوك ناس كثير ما شاء الله عليك. أنت يمكنك يعني من الناس اللي يعني مؤدبين كثير في التعامل أكيد، عشان كذا الناس بيحبونك. لا والله مشكور جدا جدا جدا، وما قصرت، ما شفت منك إلا كل زين. الله يعطيك العافية يا أحمد. والله حتى أصحابي اللي ناوي يروح مصر ولا شيء بذكرك بالخير وبأعطيهم رقمك يتواصلون معاك، دايم تسعدني. الله يرضى عليك، الله يعطيك العافية. قالوا لي على مسوقين كثار، بس قالوا عندك الأسعار مرة معقولة. السلام عليكم، الله يحفظك، كل عام وانت بألف خير. ما شاء الله سيرتك في النت ما شاء الله وفي التيك توك عالية جدا جدا، كل الناس عمالين يشكروا فيك. هلا والله أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أنت من أفضل الأشخاص اللي تعاملت معاهم في القاهرة، يعني الأمانة صادق أمين، إنسان يعني تعاملك مع العميل كأخ، توفر لي أفضل المميزات، توفر لي أفضل الحجوزات. يا الأمانة يعني أنت وشركتك جدا متميزين في القاهرة. أي شخص حاب يزور مصر والله العظيم يعني ما عليك انك تحجز الا عند استاذ احمد، تلقى افضل حجوزات وتلقى اخ، مش شخص تتعامل معاه بس انه مصلحه وخاصين. لا والله استاذ راقي جدا، تعامله جدا راقي، انسان من افضل الشخصيات اللي واجهتها في القاهره، محترم، امين، شركة جدا متميزة توفر لك أفضل المميزات وأفضل الحجوزات. والله يا أحمد الله يعزك أول شيء وما تقصر، ورايتك بيضة والله العظيم، كل شيء ممتاز والأمور زي الفل وكل شيء جميل الجميل. اللهم لك الحمد وشكرا لك، الخدمة الحمد لله وكل شيء ممتاز يا رب لك الحمد. وانت أمانة يعني ما شاء الله بهاء يشكر فيك، وعنده صاحبي بعد نازل معاه ويشكر فيك بعد، يقول أحمد عز مضبطنا في الفنادق وكذا، يعني ما شاء الله عليك. يعني مرحبا ومسهلا، أبشر ما طلبت إلا شيء أنت تستاهله، أبشر من يدعي لك وأنت تستاهل الدعوة، وأنا داعي لك أصلا من مكالماتي معك ومن معرفتي لك، أدعي لك لأنك رجل طيب وأفتخر بالطيب، أني أحب أني دايم أدعي ربي أني ما أحصل إلا واحد أطيب مني في جميع أموري، فأنت إنسان أنا أدعي لك وأبشر بالدعوة اللي إن شاء الله أدعيها لك من قلبي. أستاذ أحمد مشكور ما قصرت يا حبيبي. كيف الحال يا أحمد؟ إن شاء الله بخير. أقول لك أنا الحمد لله خلاص كل شيء تمام، أنا عملت تشيك أوت دحين حأعمله وطالع إن شاء الله، طالع على المطار بإذن الله. تمام، أي خدمات كلمني، لو تبغى أي شيء من السعودية كلمني. يعطيك العافية. بوس راسك، الله يطول بعمرك، تاج على الراس، أنت أخ كريم
شرفني الله سبحانه وتعالى بمعرفتك. اجعل رحلتك لأم الدنيا أكثر تميزا وراحة لك ولعائلتك، ولا تقلق، حنا معك طوال رحلتك وفي أي مكان بأرقى الفنادق وأكثرها تميزا مع خدمة فندقية متكاملة. هنحجز لك جميع فنادق مصر بأقل الأسعار، هنوفر لك حجز تذاكر الطيران على جميع الخطوط، وكمان بنوفر إيجار أحدث أنواع الفلل والقصور بأسعار ممتازة وأحسن جودة وأكتر راحة وأمان. تمتع برحلة ممتعة وتواصل معنا. أهلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. وصلت الفندق وعملت دخول، لله الحمد، فندق جميل وخدمة جميلة، وأنا شاكر لك جدا حبيبي، وخلنا على تواصل معك إن شاء الله. شكرا حبيبي والله يا أحمد عزت، لا والله ما قصرت، وشكرا أنت والشباب كلهم، شكرا ويعطيك ألف عافية يا حبيبي أحمد عزت. تمام يا أحمد، تمام والله، وأنا عاجز عن الشكر لك والله. تسلم يا أخ أحمد. يعطيك العافية يا عم أحمد، يعطيك العافية أول حاجة، وثاني حاجة والله الناس تتشكر فيك كثير في أخلاقك وتعاملك وأسعارك. حبيب قلبي والله ما قصرت معي يا حبيبنا، والله يعطيك العافية. أبشرك وصلنا الغرف والأهل يسلمون عليك ويعطيك ألف عافية.